لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. أغنية غزالي تثير بلبلة، دنيا بطمة تحذفها وترد، وطليقها يعود ويعلق على الاتهامات. ردت الفنانة المغربية دنيا بطمة على تساؤلات الجماهير حول سبب حذف كوفر أغنية غزالي التي أصدرتها قبل أيام من قناتها الرسمية باليوتيوب، وتعرضت خلالها لانتقادات واتهامات بسرقتها من التراث الجزائري. وآخرون قالوا أن طليقها محمد التالك حذفها، وقالت بطمة إنها هي من قامت بحذف الأغنية، مضيفة بخصوص كوفر غزالي: أنا اللي حذفته، حمست فانزاتي على بال ما ينزل برومو أغنيتي الجديدة تصبيرة، يعني من بعد بيش يبقى توسع الأغنية المغربية لها الأولوية أن تكون بوحدها في قناتي. وتبعت اللي عجبتهم الأغنية غزالي بصوتي نزلها لكم من بعد على الانستجرام، واستمعوا حبايبي أحبكم. من جانبه رد المنتج البحريني محمد التالك طليق دنيا بطمة على الاتهامات الموجهة ضده بأنه من قام حذف أغنية كوفر غزالي، وقال في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على انستجرام: وصلت رسائل منكم تتهموني وتلوموني إني لا أدري ما يقع، لا أكتشف أن الفنانة أصدرت أغنية جديدة وتم حذفها من قناة ثانية، ويقولون إني السبب. أريد فقط توضيح بعض الأمور. إدارة الأعمال تتطلب دراسة ووعي وبعض الأساسيات قبل القيام بعمل ما، بحكم أنني أملك قناة أي شخص